رانيا جالها عريس. بجد؟ والله. وايه، عريس ابن حلال ومن عيله وكمان بيشتغل في النيابه. الله الله الله، طب ما ده خبر حلو، بتخبوا عليا ليه؟ بيلعبك يا عبيط. انا راهنتهم ان احنا لو عملنا كده هتزعل زي العيال. انت زعلت زي العيال صح؟ لا ما زعلتش، انا ما زعلتش. مبروك يا رورا. الله يبارك فيك يا حبيبي. وده هيجي امتى بقى ده، ولا عرفك منين اصلا العريس ابن الناس ده؟ ما تتلمي يا سعده. الله، ده صاحب جارنا مصطفى عويس وشافني في فرح اخته اللي كان من اسبوع. وهيجي امتى بقى؟ يوم الخميس. مبروك. مش قصة هيجوا امتى، قصة ان انا مش مرتاح. ليه بس يا حاج؟ كلام البنات كده بيقولوا ان هم مش من توبنا. يا حاج صلى على النبي في قلبك والساعه بيت. عليه الصلاه والسلام. مش من توبنا ايه؟ ما البنات متعلمين وزي الفل، وانا حاجه اتشرف. ولسه لما ابقى نجم يا لهوي. القصة مش قصة تبقى نجم، القصة انك عمرك ما هتبقى نجم ولا هتشوف النجومية. ومش قصة تعليم، القصة قصة ان انا مش مرتاح. هو ابوك كده طول عمره، اول ما يحس انه هيقابل حد جديد يقلق. تقولش اعمل عامله. مش قصة عامل عاملة، قصة ان انا قلقان. بكره تفرح وتهيص ويتحقق حلمي، وساعتها يا بنت يا رانيا هعمل لك فرحك في اكبر فندق في البلد، واجيب لك اكبر مغنيين يغنوا لك في الفرح، واحسن رقاصه ترقص قدامك. بس يتحقق الحلم، وبكره تقولي سعد نصار قال. مش قصة سعد نصار، قصة الناس دي تيجي الاول ونشوفها.